بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الاهلي وطلائع الجيش، مفاجأة من العيال الصحفية. الحقيقة طلائع الجيش قدر يفوز على الاهلي، بس هو الاهلي سيء من اول الموسم. الحقيقة 20 ماتش ولا 19 ماتش ما فيش ولا ماتش الحقيقة كان مقنع. المدرب الحقيقة يعني واضح ان هو ماشي على خطى فشله باستماتة. يعني الحقيقة الاهلي اصبح فريق سهل واي حد يقدر يلعبه. الفرق بقت تتجرأ عليه. هو فريق النهارده يعني منزوع الدسم، هو نجوم معلمين لكن الحقيقه مفيش اداء. الماتش مفيش حاجه حتى الواحد يتكلم فيها. يعني لا في سرعه في الانتشار، ولا في لعيبه بتخلق فرص حقيقيه، ولا في لعيبه بتلعب مع بعض، ولا في ترابط، ولا في خطوط قريبه، ولا فيش اي حاجه. بعد 4 دقايق كره بدربكه في 18 من الكورنر تيجي جون، وتبص تلاقي المستوى كميه تهور وكميه عبث في الملعب، وكأن الاهلي ده عمره ما دخل فيه جون بدري. مش متماسك، فريق مش متماسك، فريق منهار نفسيا، منهار عصبيا، فريق ما فيش حاجه، ومفيش مدرب. الحقيقه الاهلي ما فيش مدرب. محمد هاني سيء 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 لغايه بكره. زيزو زي الزفت. المباراه يعني اللي عايز يجيله ضغط وسكر من جمهور الاهلي لازم كان يتفرج على المباراه دي. مباراه تجيب الضغط والسكر، ما تجيبش اي حاجه ده. لعيبه عاله ومش رجاله يعني الحقيقه. اتصور انه لازم يقال طرق، الاداره لازم توضح حد المأزرة دي، تتحمل مسؤوليتها، تدفع 2 مليون دولار طرق شرط جزائي. ادفع له ما انت جايبه غلط. ادفع له. امال يعني الجمهور هو اللي يتحرق دمه؟ ادفع له. ما انت عايز تدي الو ديانج الفاشل لعيب ولا له 30 لازمه، عايز تديله 2 مليون دولار عشان يقعد ما يروحش بيراميدز، عشان خايف احسن بيراميدز يعلم عليك. ادي طلائع الجيش النهارده هو اللي علم عليك. الزمالك بالسكواد بتاعه اللي هو ولا في فلوس ولا في لعيبه ولا في اي حاجه علم عليك. بيراميدز القيمه الشرائيه بتاعت لعيبته نص القيمه الشرائيه بتاعت لعيبتك علم عليك. ما معلمين عليك في الملعب، خايف يعلموا عليك من اللعيبه؟ تيجي على صفقات فاشله، جايب نجوم ما تلعبش كوره اصلا. زيزو ده اللي قعد سنه اصله هيروح الاهلي، اصله هيروح الزمالك، ده زيزو؟ ده صفقه المكايده؟ دي صفقه التعصب؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين. لو انت نيتك تكيد مش تستفاد لازم تبقى دي النتيجه. فشل. إدارة النادي الأهلي إدارة فاشلة. إدارة فاشلة، دي الحقيقة. الخطيب لازم يمشي، ما يكملش مدته، لأنه لو كمل هيكمل في الطريق ده، هيكمل في الفشل ده، هيكمل في نفس الصفقات والمكايدة والسوشيال ميديا. تعالى يا راجل، ده انتوا لكم يعني 3 4 اشهر ما لكوش غير الشناوي النهارده انقذكم. لو الشناوي مش موجود الماتش ده يخلص 6. الشناوي شايل 4 5 كور ما يتشالوش. ده الشناوي، ده الشناوي، وده زيزو بتاعك، وده طرب اللي انت جايبه. إدارة فاشلة، ما فيش حاجة تتقال على ماتش الأهلي غير إدارة فاشلة وفساد مالي. اللعيبة دي اللي جت ما بتلعبش كورة بملايين الملايين. نادي يعني بتتكلم في مليارات مش في ملايين تدفع على مستوى زبالة. ما حدش بيحاسب حد، ما حدش بيحاسب وما حدش هيحاسب. مستني الحكم يحسب لك ضربة جزاء تاخد بيه الدوري؟ يعني تصرف مئات الملايين ومستني الحكم يحسب لك ضربة جزاء تاخد بيه الدوري؟ طب هو ما حسبش، اطلعوا اشتموه بقى. لعيبه فاشله وطلب لازم يمشي.
وانا رايي ان الخطيب نفسه لازم يمشي. لكن تبقى فرص الاهلي بالمستوى ده ما فيش فرص، لكن يبقى لو الزمالك بكره تعادل او خسر هتبقى فرص الاهلي. انا اتمنى الزمالك يفوز، لانه الحقيقه الزمالك هو الاحق هذا الموسم انه ياخد الدوري. الاحق، اكتر فرقه لعبت كوره، اكتر لعيبه رجاله. الاهلي ما يستحقش انه ياخد الدوري، ما يستحقش. بيراميدز فاز على البنك الاهلي وحافظ على فرصه في المنافسه، وده شيء جيد. فانا بشوف انه المنافسه حلال ربنا بين بيراميدز والزمالك، وانا رايي ان الزمالك افضل. الزمالك افضل لما تقيس سكواد بيراميدز بسكواد الزمالك، لا اللي عامله معتمد جمال ده انجاز واعجاز. انا بقترح على حقيقه اداره النادي الاهلي تمشي طرق وتجيب معتمد جمال عادي زي زيزو. خد معتمد جمال هيفيدك. هقول لك على حاجه، خد معتمد جمال ورجع زيزو الزمالك هتستفاد. يعني انت خد معتمد جمال يدرب الاهلي ورجع زيزو الزمالك، انت مستفيد. ده رايي الحقيقه، واشوف بكره ماتش الزمالك وهنعلق عليه ان شاء الله. شكرا جدا ليكم.